المشاهدون الأفاضل، طيب الله أوقاتكم أينما كنتم بكل خير. حيكم وفيما يلي نشرة أخبار المساء من الفضائية الإريترية أستهلها بالعناوين. وزيرة العدل تلتقي بلجان المحاكم الأهلية بالقاشبركة. خزان المياه الطبيعي بشامبوكو يسهم في رفع الفوائد الاقتصادية للمواطنين. ازدياد نسبة الولادة في المؤسسات الصحية في بريخ. ضغوط على رواندا لسحب قواتها من الكونغو وتنديد بإعلان حرب. زعيم كوريا الشمالية يشرف على اختبار أسلحة استراتيجية. ومباحثات إيرانية أفغانية للدخول في مرحلة جديدة. السلام عليكم ورحمة الله. عقدت وزيرة العدل السيدة فوزية هاشم اجتماعات في مديريات سلعة وكركبة وفرتساوة ودقة في الفترة من 23 وحتى 25 من يناير الجاري لمناقشة برامج عمل لجان المصالحة التي تعمل على مستوى إدارات الضواحي. أوضحت الوزيرة فوزية أن الاجتماعات هي استمرار لتوجيهات وزارة العدل بشأن التسليم القضائي وحل النزاعات القائمة على أساس القانون الصادر عام 2022 لضمان سيادة القانون، وإن البرنامج يهدف إلى تقديم آلية تضمن الانسجام والتماسك في المجتمع وتتعامل مع القضايا عن كثب وتعطي الأولوية لقيم حل النزاعات الاجتماعية ومنع الجريمة. وأضافت أن الاجتماعات التي بدأت في مديريات سلعة وكركبت وفرتساوة ودقة ستستمر في مديريات القاشبركة الأخرى، وحثتهم على العمل بجد لخلق بيئة يتم فيها توفير الوقت والعمل والتكاليف. من جانبهم أكد المشاركون التزامهم بتنفيذ برنامج حل القضايا من قبل لجنة المصالحة الأهلية، لأنها تسلط الضوء على القيم الراسخة في المجتمع وتخلق فرصة للمواطنين لحل الخلافات الاجتماعية سلمياً. يعد خزان علي قند الطبيعي الواقع على ضفاف نهر القاش في مديرية شامبوكو أحد الموارد الطبيعية في المنطقة. وأفاد السكان لوكالة الأنباء الإريترية أن خزان علي قند امتلأ بأمطار موسم الخريف الماضي والفيضانات من القاش، وأنهم يزرعون الخضروات والحبوب ويصطادون الأسماك منذ سبتمبر الماضي للاستفادة من الموارد الطبيعية. وأضاف المستفيدون أن الخزان يرتبط ارتباطا وثيقا بحياتهم وأنشطتهم اليومية، وأنهم يزرعون الخضروات والفطر والفول السوداني باستخدام الأمطار الموسمية عندما يتناقص منسوب المياه. وأوضح رئيس جمعية مقدمي الخدمات السياحية بالمديرية سيد قرماير أن الزراعة المروية الموسمية في ضواحي خزان علي قند الطبيعي تعود بفوائد على المزارعين والمقيمين ومقدمي الخدمات السياحية. وذكر مسؤول وحدة التنمية الاقتصادية للموارد الطبيعية بالمديرية سيد فساها قبل ميكائيل إن خزان علي قند الطبيعي جذاب في المظهر ويرتبط بشكل مباشر بالسكان من حيث الفوائد. أفاد مسؤول الخدمات الصحية في مديرية بريخ السيد أمان حدش ازدياد الولادة في المؤسسات الصحية العام الماضي بنسبة 5% بفضل جهود رعاية الأموم والطفولة. وذكر مراجعة 1180 امرأة حامل في المؤسسات الصحية العام الماضي وحصول 557 امرأة على خدمات الولادة وبلوغ نسبة التعليم للأطفال دون سن الخامسة إلى 92%. وأشار إلى وجود مركز صحي في صعد كريستيان و3 عيادات في صعد زقة وعد شماقلة وهزقة، وقد ارتفع عدد الحاصلين على الخدمات الصحية بنسبة 18%. وحول النظافة البيئية أوضح السيد أمان إصحاح بيئة 21 قرية. وأوضح مدير مديرية بريخ السيد تسفو فسهاسيون وجود انتشار أفضل للمؤسسات الصحية في المديرية. دشنت في 25 من يناير فصول دراسية في مدرسة أبرداء الابتدائية في مديرية قال نفحي بالإقليم الأوسط، شيدت بتكلفة بلغت حوالي 300 ألف نقفة. وقال مدير المدرسة الأستاذ برهان سلمون إن الفصول الدراسية الإضافية التي شيدها السكان بتسخير أموالهم وطاقاتهم بالتعاون مع مشاريع الدهلو سيكون لها دور إيجابي في العملية التعليمية.
وقال مدير مديرية قلعة نفحية السيد محاري يوهنس ومسؤول التعليم في الإقليم الأوسط الأستاذ بلاي هبت جابر إن العناية بالمؤسسات الخدمية الاجتماعية وسد متطلباتها مسؤولية عامة، معربا عن أمله في تنفيذ النواقص المتبقية لبناء السور والفصول الإضافية. وقدمت في المناسبة الشهادات التقديرية للمساهمين في بناء الفصول الدراسية. قدم فرع جمعية ذوي الإعاقات الذهنية بإقليم شمال البحر الأحمر مساعدة ل 35 عضوا لها في مديرية نقفة. وأشاد مسؤول الفرع السيد سليمان محمد لوكالة الأنباء الإريترية أن المساعدات التي قدمت تساعد الأعضاء في حياتهم اليومية. وذكر أن الجهود الرامية إلى تطوير المواطنين ذوي الإعاقات الذهنية ليصبحوا فاعلين في المجتمع مهمة لا تترك للجمعية والأسرة وحدها، بل يتوجب تضافر كل فئات المجتمع والمختصين. وأعرب المستفيدون عن امتنانهم ودعوا إلى توفير فرص تعليمية لأطفالهم ذوي الإعاقات الذهنية. وأكد السيد سليمان في الختام إن المحاضرات والتدريبات على كيفية تقديم الرعاية التي يتم تقديمها لتغيير المفاهيم الخاطئة الموجودة وتقديم العلاج والرعاية المناسبة للأعضاء ستستمر، لأنها تأتي بنتائج جيدة. بعد الفاصل سادتي أعود بالأخبار الخارجية. دعت الأمم المتحدة رواندا إلى سحب قواتها التي تقاتل الجيش الكونغولي في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، في حين وصفت كينشاسا إرسال قوات رواندية جديدة بأنه إعلان حرب. وتتهم الأمم المتحدة وجهات أخرى رواندا بدعم حركة M23 التي تقاتل الجيش الكونغولي، لكن كيغالي تنفي ذلك. ووصفت وزيرة خارجية الكونغو التطورات الأخيرة بأنها انتهاك صريح ومتعمد لسيادتنا الوطنية، وهذا عدوان مباشر وإعلان حرب لا يمكن إخفاؤه وراء الحيل الدبلوماسية على حد تعبيرها. وقال المتمردون في جمهورية الكونغو الديمقراطية إنهم سيطروا على غوما، أكبر مدن شرقي البلاد والغنية بالمعادن، بعد تقدم خاطف أجبر آلاف الأشخاص على الفرار وآثار مخاوف من اندلاع حرب إقليمية. وبعد إخفاق وساطة بين جمهورية الكونغو الديمقراطية ورواندا برعاية أنغولا، تمكن مسلحو حركة M23 من تحقيق تقدم سريع في الأسابيع الأخيرة. أعلنت كوريا الشمالية أن جيشها أجرى تجربة على إطلاق صواريخ كروز استراتيجية. وقالت وكالة الأنباء المركزية في كوريا الشمالية أن الزعيم كيم جونغ أون أشرف على تجربة لمنظومة أسلحة مهمة، مشيرة إلى أن الصواريخ الموجهة من البحر إلى السطح قطعت مسافة 1500 كيلومتر وحلقت لمدة تتراوح بين 7507 إلى 7511 ثانية قبل أن تصل إلى أهدافها. وأوضحت أن عملية الإطلاق لم يكن لها أي تأثير سلبي على أمن الدول المجاورة. وقال تقرير لوكالة الأنباء المركزية إن التجربة الصاروخية تأتي في إطار خطط لبناء قدرات الدفاع الوطني ضد الأعداء المحتملين، بما يتماشى مع ظروف السلام المتغيرة في المنطقة. وفي تقرير منفصل للوكالة، عهدت وزارة الخارجية في كوريا الشمالية باتخاذ أشد الإجراءات المضادة صرامة تجاه الولايات المتحدة ما دامت واشنطن تنتهج موقفا يتعارض مع سيادة بيونغ يانغ. بحث وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي مع كبار المسؤولين الأفغان تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، خاصة عودة المهاجرين وقضايا تقاسم المياه. والتقى عراقجي رئيس الوزراء الأفغاني محمد حسن أخوند ونظيره وزير الخارجية أمير خان متقي، الذي عرب عن أمله في زخم جديد والدخول في مرحلة جديدة من العلاقات الثنائية، حسب ما أفادت وزارة الخارجية الأفغانية في بيان. وتعد هذه الزيارة التي تأتي في ظل خلاف بشأن قضية المياه الأعلى مستوى لمسؤول إيراني منذ تولي حركة طالبان السلطة بأفغانستان في العام 2021. وأفادت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية بأن محادثات عراقجي تمحورت حول عودة اللاجئين الأفغان في إيران والقضايا الناجمة عن اتفاقيات المياه التي تسببت بتوترات بين البلدين في بعض الأحيان.
قال المكتب الإعلامي للبيت الأبيض إن الولايات المتحدة لن تفرض رسوما جمركية عقوبات على كولومبيا بعد أن وافقت الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية على قبول مهاجرين مرحلين من الولايات المتحدة. كما أكد وزير خارجية كولومبيا انتهاء الأزمة مع الولايات المتحدة. وكان الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو قال إن رسوما جمركية بنسبة 25% ستطبق على واردات المنتجات الأمريكية ردا على العقوبات التي أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضد بوغوتا التي كانت أعادت طائرات تقل مهاجرين. وكان بيترو قد أعلن في البداية فرض رسوم جمركية بنسبة 50%، لكنه حذف الرسالة بعد ذلك وكتب أنه أصدر تعليماته لوزير التجارة الخارجية برفع الرسوم الجمركية على الواردات من الولايات المتحدة إلى 25%. في ختام هذه النشرة إليكم تذكير بالعناوين. وزيرة العدل تلتقي بلجان المحاكم الحالية في القاشبركة. خزان المياه الطبيعي في شامبوكو يسهم في رفع الفوائد الاقتصادية للمواطنين. ازدياد نسبة الولادة في المؤسسات الصحية في بريخ. ضغوط على رواندا لسحب قواتها من الكونغو وتنديد بإعلان حرب. زعيم كوريا الشمالية يشرف على اختبار أسلحة استراتيجية. ومباحثات إيرانية أفغانية للدخول في مرحلة جديدة. انتهت نشرة أخبار المساء قدمتها لحضراتكم من الفضائية الإريترية. شكرا لمتابعتكم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بارز